فاكرين الاستاذ عبد الجواد سالم الراجل اللي شجدع منه واتسرق من حسابه من جوه البنك الاهلي 730 الف جنيه؟ اسمع الاستاذ عبد الجواد سالم بنفسه هيقول لكم اللي حصل معاه بعد ما عرضنا مشكلته هنا على الصفحه. أنا عبد الجواد سالم زكريا. كان في المشكلة اللي عرضها الأستاذ كريم مجدي ملك بخصوص الاحتيال عليه وسرقة حسابه في البنك الأهلي. أنا بشكر وزارة الداخلية وخاصة مكافحة الأموال العامة بالمنيا وإدارة البنك الأهلي، وبشكر الأستاذ كريم مجدي ملك على تعاونه معايا ووقوفه جنبي بإني استرد أموال، وأنا الحمد لله استرديت فلوس كلها واسترديت كل الفلوس اللي اتاخدت والحمد لله، وقدرت أرجعها البنك تاني وأودعها في البنك تاني والحمد لله. وانا بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي وخاصة الأستاذ كريم مجدي ملك، وبشكر شكر خاص جدا، وبشكر سيادة النائب مجدي ملك برضه لأن الراجل ما سابنيش ووقف معايا وقفة حلوة جدا طول الوقت عشان أسترد كل الأموال اللي اتاخدت مني في الحساب بتاعي بطريقة الاحتيال وسرقة الحساب الخاص بيا. شكرا لإدارة البنك الأهلي المحترمة اللي تواصلت مع الأستاذ عبد الجواد تاني يوم على طول الظهر بعد ما عرضنا الفيديو، وتعهدوا إنهم هيفضلوا معاه لحد ما فلوسه ترجع تاني في نفس المكان جوه الحساب. لكن اللي حصل بقى من وزارة الداخلية هو ده اللي يتقال عليه سحر بجد. صفحة وزارة الداخلية يا جدعان دي مش صفحة عادية، ده بقى سحر رسمي والله. أي حد يا أخويا يصور الفيديو وبعدها بساعتين تلقى واقف على الصفحة وكلبشات في إيديه. وده بالظبط اللي حصل مع العصابة اللي سرقت فلوس الأستاذ عبد الجواد، عصابة مكونة من 8 من مركز العدوى في المنيا. صورتهم يا اخوات العمدة نورت صفحة وزارة الداخلية وهم مقبوض عليهم والكلبشات في ايديهم ومتحولين لمركز صمالوت شرق. بجد والله العظيم احنا اما نضرب تعظيم سلام للمجهود الجبار ده. التطور اللي وصلت له وزارة الداخلية ومكتب مكافحة الأموال العامة بقى حاجة مرعبة. اللي ينصب أو يسرق في مصر صورته هتنزل على الصفحة قبل ما يلحق يصرف الفلوس. طب والله دي بقت وزارة السحر يا جماعة مش وزارة الداخلية. واخيرا وليس اخيرا شكرا لوزارة الداخلية ومكتب مكافحة الاموال العامة في محافظة المنيا، الرجالة اللي بجد لما تسهر وتشتغل وتتعب عشان حق المواطن المصري يرجع بسرعة. وشكر خاص كمان لإدارة البنك الأهلي على الأمانة وسرعة الرد والاستجابة. انشروا الفيديو ده في كل مكان عشان النصابين يعرفوا ان واجهتهم سودة. حد سامعني؟ طب في نصاب شايفني؟ شيروا لهم وابعتوا لهم وزمروا لهم.